دقيقة كلام فلسفة. سام هاريس كمان شاف ان حرية الإرادة free will مجرد وهم بناء على الأبحاث المتراكمة في فروع علم الأعصاب اللي بتركز على موضوع حرية الإرادة neuroscience of free will، وان خيوط الأفكار المتشابكة في العقل بتدي وهم ان الاختيار في الواقع بيتم بناء على حرية في الإرادة، في حين ان على مستوى أعمق الأفكار بتنبثق في عقلنا بدون أي تحكم أو إرادة. تبعيات فكرة انعدام حرية الإرادة عند هاريس بيخلي من غير المنطقي معاقبة الناس على ارتكاب أفعال غير أخلاقية، لكن تغيير سلوكياتهم وأفكارهم عشان نصلح منهم. سام هاريس بيجادل إن من المنطقي إننا نسأل إن كان الدين بيساعد في ارتقاء وازدهار البشر في الوقت الحالي بغض النظر إن كان ساهم في ازدهار البشر في الماضي ولا لا، وبيقول إن من المحتمل جدا إن البشر بتمارس الدين لأنه مناسب جدا للميول المعرفية البشرية human cognitive tendencies، بمعنى تاني إحساس البشر إنهم في حاجة للروحانية والسببية والوجود العلوي، وبيشوف إن الدين هو أحد العقبات الأساسية في طريق المنطق والعقلانية.